هاي جايز، أحسني ما جالسة أطلع في الشاشة. هاي جايز، شلونكم؟ أخباركم؟ كيفكم؟ إيش مسوين علومكم؟ أتمنى تكونوا كلكم بخير. واضح شكلي كيف؟ أنا قايمة من النوم عشان أروح كلية بالضرابة، وكلاسي يبدأ الساعة 5 وأنا الساعة 6 الحين في الشارع. الحين 26 دقيقة، ما دخل 20 سوري. يلا 19 فرق 8. الحين رايحة بكل ثقة أدخل كلاس، ما أعرف ساعة كم بدخل، ما أعرف كم ساعة بوصل، يعني ساعة كم بوصل، لأن الشارع زحمة. اللي راحوا اكتشفوا شاطئ البستان إنه في هذيك الظاهرة اللي ما أعرف إيش. ليش خبرتوا كل حد؟ ليش وريتوا كل حد؟ حبيبتي نزلوه في أمان نيوز، تريدي ما حد يروح؟ ليش سويتوا فينا كذا؟ أنا الحين إيش ذنبي أنا أتأخر أوصل الكلية؟ تعرفوا من الكلاس الماضي كل ما أروح الكلية كذا زحمة، وعادة ما يكون في كذا زحمة، صار زحمة الشارع كلهم يروحوا هناك. ليش خبرتوهم؟ لو انتظرت وقت الإجازة. لأن الظاهرة بتنتظرش أصلا. أيوة، أهم شيء سويا. الحين رايحين كلية، قايمين غصبا عنا، وبتسألوا ليش رايحين اثنين. ترى مروة تدرس معاي بس ما بشكل رسمي. أدرس معاها بدون شهادة. بدون ما أحصل شهادة. لا شوفوا، مروة تدرس في كلية ثانية لكن تيجي معاي، يعني ما أعرف، هي تحب تيجي معاي. أنا سبورتيف، أنا أحب حد يسوق بي. وهي تحب تيجي معاي. أنا أجي عشان أحصل تيجي هناك مكان نذاكر. مناسب للمذاكرة. أيوة، هي تيجي هناك نذاكر وأنا أدخل كلاس، بعدين أطلع ونرجع مرة ثانية. سبحان الله، أنا في البيت ما أستوعب يعني في المذاكرة ما أستوعب. أطلع يا كافيهات يا كلية مزنة حل مذاكرة. هي كذا سألوني أنا وين أذاكر. سكتي خلاص. سكتي. ما قلت شيء. أنت تذاكري في دوام، يعني تقدري تقولي شوية. 5%. برر ليش. اختبار حقيقي أذاكره يعني، وأنا مداومة أحيانا أذاكر إذا ما عندي شغل، بس ما أني دائما أذاكر في دوام. لا إذا عندي اختبار وما صادف أيوة ما مذاكرة وأنا أحتاج أذاكر وما عندي واجد أيام، فأستغل الشفتات اللي أكون يعني مداومة شفت المساء وجالسة في مكان ما في شغل. لكن أقول لكم ترى نومي ما خلص، أريد أنام. كل هذاك ونوم مش ما خلص. ما شاء وش كل هذاك؟ انتوا نايمين ليل طول وقايمين وما أعرف ويش وحركات. أنا قايمة الصباح. أنا ساحبة على الكلية اليوم، رحت كلاس واحد بس. جايز أخبركم شيء، أحط منبه. طبعا أمس الأخت نص الليل أنا ما نايمة، زين فجأة أشوفها جاية في غرفتي مع وسادة وكذا نظراتها. أقولها وش فيش؟ تقول طردوني. كيف طردوش؟ أو سمعت أصوات، وهذا الصوت ما معناته يعني كان في غرشة في الغرفة وكان يتحرك. زين هذا أول مرة الغرشة تحركت بس. أوكي. يعني تدحرجت. زين سبحان الله، طول ذاك الوقت أنا جالسة الغرشة ما قررت تدحرج غير وقت اللي أنا باي أنام فيه. بعدين جلست كذا تقريبا ربع ساعة، فجأة غرشة ثانية تطيح من فوق الطاولة. أوكي. قلت يمكن المكيف يعني ضارب هذاك الصوب، بس قلت المكيف من ساعة مفتوح، ليش تو قرر يطيح؟
تو الغرشة صارت خفيفة، سبحان الله. تو الغرشة صارت خفيفة. أهم شيء هي ما اقتنعت إنه المكيف هو اللي طيح الغرشة. فجت غرفتي مع وسادتها ونامت. زين، ما هنا الموضوع. إيش السالفة؟ حاطة منبه الساعة 4:30. هذا ما منبهي، منبه هذا منبه مرام قالت لي. أنا في تلفوني حاطة منبه المرام. أنت ليش تحطي؟ أنا جت تقول لي حطي لي. أنا حطيت منبه ورحت قومته. المنبه الساعة 4، أنا حاطة منبه الساعة 4 بس جالسة يعني جالسة في الدريسنج تيبل مالي وجالسة يعني أحط هذا السيرم. والأخت تلفونها يعني تلفوننا رن في نفس الوقت كلهم 2 المنبه الساعة 4. لفيت كذا قلت لها مروة قومي سكري المنبه، ورحت قومت مرام بغرفتها. ما بكذب عليش، أنا ما أتذكر إني قمت ولا إني سكرت المنبه. ترى ما سكرتي. هنا المشكلة أنا ما سكرت. رحت أنا سكرت المنبه الأول، جلست رجعت قدام المراية، جلست شوية كذا من نص ساعة، رن منبه ثاني. أيوه، إيش في؟ الساعة 4:30 و5. مروة سكري المنبه. هناك سكرته، ثاني واحد سكرته. بعدين عقد التلفون كيف عقولة. لو ما السرير كبير كان بيطيح تحت ويتكسر نصين. بعدين جلست فجأة يرن المنبه الثالث، وبعدين يرن منبهات كذا. قلت هذه وش فيها سلامات؟ ليش حاطة كذا منبهات كأنها مرام؟ ترى حطيتها عشان مرام. بعدين جلست يعني انتقلت من مكاني، جلست في السرير، رحت جلست في السرير. إنزين، وحاطة يعني أنا وين جالسة تلفونها، يعني هي وين نايمة تلفونها الجهة الثانية وأنا الجهة الثانية كذا، ما أوصل حد تلفونها. رن الساعة 6 تقريبا 7. لا ما كان الساعة 7، 56 دقيقة. لا ما كانوا 50 الوقت اللي أنا سكرته، كان قبل، ما أعرف الساعة 6 وشيء هو كان. أنا رن منبه 56 7 و7:15. أحط 3. شفت منبهات ثانية. أهم شيء رن منبه، قلت لها مروة يا تقومي يا تسكري المنبه. سحبت وسادتها كذا. قلت لها مروة لا تسوي لي إزعاج، كنش مرام، قومي ولا سكري المنبه. لفت الجهة الثانية، كل هذا الصريخ اللي أنا صرخه لفت الجهة الثانية ونامت. كملت نومها. لا أنا قمت وعصبت وشليت تلفون، جلست أدور تلفونها الجهة الثانية، ما أقدر كذاك فوق مروة، وشليت تلفونها. فتحت عند المنبهات، أنا أعرف رمز تلفونها، فدخلت مكان المنبهات حصلت 6 منبهات ولا كم. هذه وش فيها؟ أنا فاتحة 3 بس حبيبتي. كان في منبهات اللي فوق كيف؟ طلع ما مسكرين هم بعدهم يرنوا. عشان كذا أنا مضغوطة. مال مرام مال الساعة 5 4:30 5 والثاني وغيرهم 6 7 كذاك 7:15. أيوة سكرتهم كلهم. عشان كذا أنا ما لا بقيت 7:15 اللي هو آخر واحد. هذاك ما مفروض تبقي، مفروض تبقي 7. سكرتهم كلهم، بعدين بقيت هذاك اللي 7:15 وعقيت التلفون في شكلها، ما رجعت هذيك الجهة، حطيته هناك وين وجهها عشان إذا رن تسمع. والله وصل 7:15 ورن ذاك المنبه مرة ثانية. أنا بعدني ما نايمة، قلت لها مروة منبه، مروة منبه. آخر شيء قلت أنا ليش جسا تعب عمري ما تقوم. سكرت تلفوني ولفت الجهة الثانية، عاد ذاك وقت نمت. إنزين. لحظة أبرر. لا تبرري. في العادة أنا نومي ما كذا أوفر هذاك الشيء، لما يرن منبه أقوم، بس أمس متأخرة أنام. أنتي شفتي الساعة كم جيت عند شلون؟ كان الساعة 3؟ ما أعرف الساعة 3 جيت، أتوقع الساعة 3 جاية ولا 2 وشي كذا. أهم شيء فكان فيني تعب. زين. وسالفة إن المنبهات واجد عشان مرام حل مشاكل عشان زين. سمعوا تبرير. زين يلا نسمع. عشان مرام لحظة، هم ما يعرفوا إنه مرام كم منبه هي تحط.
مرام تحط 50 منبه يا جماعة. مرام إذا باية تقوم مثلا نقول هي تقوم الساعة 4، دائما تقوم الساعة 4 عشان تتجهز. تحط منبهات من الساعة 12. حرفيا تحط وش فيها؟ خلينا نقول الساعة 1 تبدأ من الساعة 1، الساعة 1:15، 1:16 دقيقة، 1:17 دقيقة، 1:18 دقيقة، 1:30، 2:30، 2:35، 2:40، 2:44، 2:43 كذا. يعني أنا على الأقل أحط كل بعد ربع ساعة ولا كل بعد نص ساعة منبه ثاني. أخواتي وش أسوي؟ هي كل بعد دقيقتين منبه. وش؟ أيوة. أسمع. ما حبيت التسليك. ما جلس أسلك، جلس أسمع. إنزين. أنا دائما متعودة على منبهي 56 دقيقة، هذا عشان يخرب نومي. برجع أنام طبعا بقول 10 دقائق بس أعرف نفسي يعني. بعدين 7 هذا اللي مفروض أقوم فيه. أوكي. إنزين 7:15 إن كيس في منبه 7 أنا ما قمت ورجعت أنام يقومني 15، بس هذا 15 أكون أوريدي متأخرة، لأن أنا أخذ 50 دقيقة عشان أتجهز. أوكي. وأطلع 57 دقيقة من البيت للكلية. الغم جايز حاطة منبه وتلفونها ما في تشارج. لما خذيت التلفون ما في تشارج، قلت هذه تو إذا تسكر تلفونها كيف بتسمع المنبه؟ أنتي موجود. هم ترى كذا يعني، هم كذا يحسوا إنه ما مشكلة بنحط منبهات مزنة موجودة. ترى مرام لما تحط منبه في غرفتها من كثر ما نحن جنب بعض كذا لاصقين، أنا أسمع المنبه في غرفتها. إنسان. ولما ما تقوم أحيانا أضطر أنا أوقف من مكاني أروح غرفتها عشان أقومها إنه المنبه جالس يرن. ما يخصني، بنحل مشاكلنا العائلية اليوم هنا. والله حقيقي. So guys حقيقي ما على فكرة مروة يعني أحيانا أوكي نومها يكون ثقيل، أحيانا لا. بس أنا ليش جالسة أقول لكم الحين قلت لها مروة قومي سكري؟ لأنه أنا أحيانا أكلمها كذا تقوم على طول يعني، وهي في النوم أنا أكلمها هي تقوم. بس ما أعرف وش صار لها. قلت ليش كنت تعبانة بس نايمة متأخر. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. خلاص. اوكي زين تحصلي اجر. يا جاي الساعة 6:30 ونحن بعدنا في الزحمة، وإن شاء الله إن واحد يدخل هذا الكلاس أتليست لما يقولوا اسمي أقول يس عشان الحضور. هي عشان الحضور. تحضر كلاس البعد من البيت للكلاس 40 دقيقة عشان أقول يس. تحضر آخر لحظة عشان تقول يس وتطلع. تخيلوا 40 دقيقة بس عشان تقول يس. على الأقل كان جلسي تفهمي. وكل ذاك اللي أجلسه في كلاس ويش. انت تجلسي من بعد البريك. إنزين ترى قبل البريك حتى ساعة ما يوصل من 5 ساعة لين 6. أقولش أذان ساعة كم يأذن الحين 5 وشيء، نهاية 5. فيا جايز ترى أنا يعني شوية صعب علي، فهمت؟ هم ما يفهموني بس انتوا حاولوا تفهموني. تخيلوا دوامي شفتات، أنا دوامي إذا مداومة صباح يخلص الساعة 6، كلاسي الساعة 5 يبدأ. وش أسوي؟ وش تريدوني أسوي؟ وش أنتوا تريدوني أسوي؟ وش هم يريدوني أسوي؟ فأنتوا على الأقل حاولوا تفهموني. شوفي إن زحمة هنا أكثر من هناك. الزحمة في الطريق. فنشوفكم بعد الكلاس. هذا شكلي قبل الكلاس. وشكل انتظروا تشوفوني شكلي بعد الكلاس. مروة ما تريد تصور الحين لأنه وجهها مزيت. لا أمزح. فسيو بعدين بتشوفوها مروة. باي. So guys أنا اليوم ما فيني بارض أمسك الكاميرا وحاطت لنا كذا جالس، وأنا ما شاء الله لأني واجد طويلة فمضطرة نطلع
كذا بعد كذا. اوكي. فلاني واجد طويلة مضطرة انه يطلع نص شكلي. طويلة ما شاء الله. يو جايز نحن شبعانين وجاهزين للنوم. شاحنات منقلبة بعد. شاحنات منقلبة. يلا كيف شبعانة. او ماي جاد. الاكل كان لذيذ بس شيء واحد، تشبع بسرعة. ما سالفة تشبع بسرعة، بس انه اول ما يجي يكون لذيذ، لما يجلس شوية كذا يتغير طعمه. ايوه فهمتوا؟ لما يكون ساخن يكون حلو. ايوه لما يكون ساخن حلو، بعدين يجلس شوية يتغير طعمه. طبعا طلبت يعطوني هذا، خفت يقولوا لي دفع ريالين زيادة. طلبت منهم ثلج، قلت لهم حطوا لي ثلج بليز. ما أعرف إيش صاير لي، صايرة آكل ثلج بشكل جنوني. نقص حليب. خلينا نقول ما نعرف ليش. بارد صح؟ كيف تعذب نفسك بنفسك؟ So you guys حضرنا الكلاس. حذرنا. اللي في بالي بالش. لا حلو انه لما رجعت الكلاس كان هم تو داخلين كذا انزين، وطبعا قبل البريك هم عطوهم يعني شرحوا لهم شيء وكذا، واول ما دخلنا كان المستر جالس يدور شيء وبعدين فتح فيديو نشوف. انزين اول ما خلصنا على اساس كلهم ما اعرف فاهمين اوين ثانك يو مستر عبالهم بيطلعنا. ضحك قال فتح شابتر ثاني. جلسنا لين الساعة 8 وكمان طلعت من داخل 8 وشوية. 8 وشوية. يمين خلونا لين الساعة 8 وشوية. ايوه فيا مداني انه احضر شيء من الكلاس، فهمتوا؟ الحمد على الأقل لله استفدتي مرة في السنة. يا وكنت في الكلاس كنت جالسة افكر في منتجات بيوم. أنا أقول استفدتي. أنا توني جالسة أقول استفدتي. استفدت أول 5 دقائق. حلو واجد حلو. وهي هناك ساعة وشي. ها جايز بخبركم شيء، أنا أغلب الكلاسات كذا أول 5 دقائق ولا قولوا نص ساعة أقدر أسمع، أقدر أمسك نفسي وأسمع نص ساعة. بعد كذا خلاص لا تتوقعوا مني اني جالسة اسمعكم ولا اسمع شيء اللي جالسين تقولوا مستحيل. اكون جالسة افكر في اشياء ثانية بس وجهي موجود هناك وراسي يتحرك كذا. وانا اصلا ما موجودة، ترى جسمي بس موجود هناك، انا ما موجودة. حلو. فعشان كذا دائما في الاختبارات انا اضطر اني اروح وحدي اذاكر من البداية وكذا، فهمتوا؟ فيا نشوفكم ما أظن بعدين بنشوفونا مرة ثانية، فشوفونا بكرة يوم ثاني. see you باي. لحظة ما وريتيهم شكلش بعد الكلاس، انتي وريتيهم قبل الكلاس. بعد الكلاس والأكل.